الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. مصاحبة الرجال، مصاحبة الرجال، مصاحبة الرجال ذوي الوفاء، مصاحبة الرجال ذوي الوفاء، نعيم الخلد في دار الفناء، مرافقة كرام أجلهم في الدنيا وفي دار البقاء البقاء. فرافق أهل علم النور تحظى، يا لله من أيس كريم. فرافق أهل علم النور تخضى، بأهل العيش في أصف الهنا، يا لله من عيش كريم. فهل أهيار في حلل الصفاء، مع الأخيار في خلل الصفاء. مصاحبة الرجال ذوي الوفاء، نعيم الخلد في دار الفناء، مرافقة الكرام أجلهم في الدنيا وفي دار البقاء البقاء. حظائر قدس مولانا تعالى، جوار النور مبهر كل رائي. فهادر أحمد يغشى سناها، فيا لله من ذاك السناء، عليه الله صلى ما أضاع، سوس الوصل في أفق السماء، مع الآل معادن كل سر، وأصحاب حبوس في الولاء، وأصحاب حب صف الولاء. مصاحبة الرجال ذوي الوفاء، نعيم الخلد في دار الفناء، مرافقة الكرام أجلهم في الدنيا وفي دار البقاء البقاء. اللهم صل وسلم وبارك. ربي خلق طه من نور، فيه احترام، فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار،
ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام وقدنا من ربه بهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تخضى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تخضى بالحور يوم الزحام صلي على بهي الأنوار عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين
نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور في اغتراب ربي خلق طه من نور في اغتراب نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين إن رمت أن بيت المأمور يوم الزحام إن رمت أن تخطى بالحور يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور في اغتراب ربي خلق طه من نور في اغتراب نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين نداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kama wa atbi'is sayyi'ata. Mari. Wa khaliqin nas bi khuluqin kineka. Terus lagi sebelum melanjut lebih jauh, sopaja hadits nika betul-betul mantap. Pesan kedua, pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tetiak apa bayi berada di mabai, maka benteh sangoh sepaling tepat. Ma afdal minazat, ada sangoh selebih utama tenempeng sangoh kibanekah takwallah, takut dekat Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan kejelekan kita diikuti dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan. Kulebih sampean karena benih orang set banyak napa tandi kesalahan, tandi kecubaan, maka terus berusaha melakukan kebaikan agar supaya kecubaan ini atopoh. Kecubaan atopoh ekosot insyaallah kelaban sekonek kebagusan nikah kecubaan kelak bakal atopoh bisa tertutup, bisa terhapus kelaban kebagusan insyaallah. Amin Allahumma. Naam. Innal hasanata yudhibnas sayyiat dalam Al-Qur'an. Innal hasanati saungkuna pan kebagusan yudhibnas sayyiati aneka bisa menghilangkan beberapa kejelekan. Al hasanat napa nika hasanat? Kas salawat. Hasanat nika anto saya ka maksud engki ka dinto salat 5 waktu. Jadi orang sebanyak dosana, orang sebanyak salana dengan melakukan salat 5 waktu aja gah 5 waktu maka insyaallah kecubaan kelak bakal terhapus. Bakal tutup, bakal poin kalaban cakang ben ajagah salat 5 waktu. Maka coba sampai ngalbengal ninggal salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ni paling cepat ngilangaki kecubaan. Salat 5 waktu ni paling kuat untuk menghilangkan kejelekan. Beda orang toro sepora atu sana, toro terima atau betah keliling dunia bila perlu. Dari negara ke negara, dari desa ke desa, kota ke kota, daerah-daerah sampai negara ke negara, cuma solat 5 waktu ini tinggal. Maka perjalanan kelak bakal sia-sia untuk menghapus kesalahan yang kita neka kelaban kebagusan, sarupa kebagusan kita neka tak kalah pentingnya, saya harus perlu diperhatikan yang kita neka solat 5 waktu. Maksud sayiat ini kenapa? Sayiat itu buaki yudhibnas sayiat ay adzunub as-saghair. Dosa-dosa kene. Adapun dosa-dosa seraja membutuhkan tobat sekhusus. Napanya mana tobat spesial. Beneka kanan tok spesial pakai telur. Minuman spesial. Makanan asparagus. Wah. Tak tahu nyaman tok saya tok ben ngeding. Nggak merok dulu kakaknya. Spesial. Berarti spesialnya ke khusus tak cukup sambian. Minta sepora tak cukup istighfar mon pacet dosa gelak, dosa raja. Butuh tobat secara intensif, secara khusus, lebih serius untuk selalu mencapai keridhaan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kene dosa setai sengaja aneka bisa esapora kelaban yang kita nekah ngelakonin ben ajaga salat 5 waktu. Jadi cek sampai ngalbengal ninggal salat, cek durundur salat nikah. Isya kan lanceng waktuna, masih lanceng cek durundur. Sekala nikah karena amalan saya paling seneng yang kita nekah ahabul a'mal ilallah. Paling seneng amal borong wajib pagi dening Allah Subhanahu wa taala yang kipeneka as-salatu ala waqtiha, salat tepak kebektona. Salat tepak kebektona karena salat ni eto bektoh dening Gusti Allah. Cek barubah ni kebektoh. Cek barubah. Sobu, coba setengah-setengah. Area jam-jam gendeng je berarti. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ampun bodo bekto ampun. Sobu isya capek campe. Isan langganan campe di sobu. Lah. Are ngentengaki salat nika, ngentengaki benetariku salat. Ngentengaki salat bae nika ampun ngebetiraki sul khotimah. Ngentengaki salat benetariku salat. Ngentengaki salat nika nyebabake suul khotimah. Pon. Ceritaki
wa warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warwiya ceritaki anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang beda orang laki datang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mator ya Rasulullah inni alamtu ai ataitu bidzambin azimin. Ya Rasulullah, dan kaula kak dinto dateng ka panjenengan bidzambin kelaban ngebatusa azimin kang sesangat aku. Maka atanya si orang gila, famadza yakfurhu anni? Sesuatu apakah yang dapat mengampuni dosaku ya Rasulullah? Singkat usadan kaula kak dinto terampuni, terhapus. Amalan apa kira-kira ya Rasulullah? Ajib. Datang ke Kanjeng Nabi ngebetusah sebanyak ngebetusah seraja, perlona atanya resep untuk sopaja dosa gila sapa? Sapa ada iya lah kata lama kiai aja deh iya Pak. Sampai nentar aduh ruwet yai. Kelakuan sepe. Jan yai na sepe ki ya jong PSBB jong. Artian PSBB aja tahu Pak. Pesabar deh ya maksudnya. Entar ke dalam ulama, ya Allah, ya itu aki kaula banyak dosa, kaula kapanjenengan ni kanyon amalan sopaja. Senikala. Sampean amalan sekira anti tembak, anti cukur, anti pedang, anti cobai, ilmu sakelan. Datang sekira urusan akhirat. Nih, datang ke Kanjeng Nabi, benar urusan dunia saya tanya aki. Mada napa ya Rasulullah? Famada yukaffiruhu anni? Napa sebisa menghapus dosa dan kaulah, sebisa melepur bannya pora dosa dan kaulah ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik dia orang nikah. Dzambuka a'zam amis samawat? Apakah dosamu lebih besar daripada langit? Karena ngocan kelak ngebetusa seraja. Adzambuka a'zamu amis samawat? Apakah dosana been jiria kelak dzambuka a'zam amis samawat? Apakah dosana been dia lebih lebar, lebih raja tenimbang langit? Faqala dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa kaula lebih banyak, lebih raja, lebih lebar daripada langit ya Rasulullah. Dosana lebih lebar daripada langit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pula, dzambuka a'zam amil kursi? Apakah dosana beanjirnya lebih agung, lebih raja tenimbang kursi? Kursi ini kah di atas langit? Wallahu a'lam, tahu saya bahas wis. Kata apa kau rasanya tak tahu. Jelas beda kursi. Mereka ni kocak ayat kursi. Mungkin kursi yang dunia ini kan menjadi rebutan. Kursi presiden, kursi gubernur, kursi apa namanya? Bupati, kursi petenggi sebenarnya. Terotojo ekor seh. Mon ki nyalon ayat kursi saya baca. Barenglah kalau pain ada ayat akare kursi nah. Jadi korban ayat kursi ya. Dzambuka a'zam amil kursi? Apakah dosana beanjir lebih raja daripada kursi? Faqala dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa kau lebih banyak, lebih raja daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Faqala dzambuka a'zam amillahi a'zam? Apakah dosana beanjir lebih agung daripada keagungna Gusti Allah, yakni pengapuran Gusti Allah, afuhu yakni. Maka setelah orang gelak ngeding jawaban pertanyaan dari Nabi SAW, nunduk orang peneka. Tanya ki dosana bean apa lebih raja tenimbang langit? Raja dosa kau ya Rasulullah. Apakah dosana bean ki lebih lebar dari tasek? Ki lebaran dosa dan kau ya Rasulullah. Apakah dosana bean lebih raja tenimbang kursi Gusti Allah? Dzambi a'zam minal kursi, dosa dan kau lebih hebat, lebih raja tenimbang kursi Gusti Allah. Maka Nabi SAW tanya terakhir, dzambuka a'zam amillahi a'zam? Apakah dosana bean melebihi keagungan Gusti Allah? Apakah dosana bean melebihi lebar pengapuran Gusti Allah?
Apakah tu sana lebih hebat daripada hebat ampunan Gusti Allah? Nangis mak. Orang ini tak mampu berkata-kata, tak mampu jawab dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil jihad fi sabilillah." Kakek montroi sapa ora tulisane cepet, "Alaika bil jihad." Selalu jihad. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan, mampu apa sampean untuk agama nika? Tina masih ngampar lama tok tak berapa lah. Tina masang salon, masang speaker, nata, napanya mana lama nata, semampuna sampean untuk agama. Tak mampu apa-apa, pokok datang lah pak. Termasuk jihad sampean nih nyari ilmu nih. Talabul ilmi afdalul jihad, talabul ilmi, karena paling utama jihad nyari ilmu. Ini untuk amal kuli sampean, bentu saya kuli sampean saya sapora dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemampuan kuli sampean untuk agama dia? Oh, sak mampu gosidah, kelaban gosidah nah. Saya mampu maca nah. Saya mampu kelaban elektronik, belektronika, saya mampu kelaban ilmuna, kelaban ilmuna. Ala kulli hal, semampuna sampean apa sih mampu dari sampean untuk agama dia? Cak ngentengaki sesuatu daripada kemampuan, karena kuli sampean mun andi kemampuan tapi tidak tersalurkan untuk jihad untuk membela agama Allah, wallahi kuaku tung situng orang ini bakal pertanggungan jawab ya dan Gusti Allah apa sih mereka lakukan hebat untuk agama dia. Apa perang lah tak perang? Oh tahun perang malam Jumat sampean. Perang jatah sakasor. Bener jihad dia. Jahat dia mana? Jihad ini membela agama Gusti Allah. Cek kalak ya dia nato. Naam. Alaika bil jihad can kanjeng Nabi. Mun kakek kelema jihad, maka insyaallah tu sanabaan lebih cepat esapora tining Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka orang kele mator, ya Rasulullah, inni laman ajbanun nas ay ad'afuhum qalban. Ya Rasulullah, kaula nika takoan ya Rasulullah, dhaif dan kaula ad'afuhum qalban, kula nika tak di kemampuan karena tak di keberanian untuk jihad ya Rasulullah. Kaula serba terbatas, bahkan kula dalam hati nika kires, kan ada orang takoan rebaca kires takoan paca takoanku benih alasan untuk tanah perang. Mun sambian le kebengalan tak nemu saya kebaya perang bi tre tanah perang kebengalan. Orang ini betul-betul tandi kemampuan giras mak. Ini ad'afuhum galban, ad'afun nasi galban. Kau lekadin to paling takon orang paling lemah naat tandi keberanian untuk menuju ke medan peperangan ya Rasulullah. Maka nerosaki orang neka nerosaki deka ocan kele mun andai kata dan kau lekak dinto ya Rasulullah andi kemampuan kau le bekal jihad, kau le bekal jihad, andai kata kau le andi kemampuan kau le bekal jihad. Apa kanjeng Nabi terus bela tedung bela ban nangan bane bungkona insyaallah sapora tu sana. Beri opsi kedua, faqala alaika bisyam. Mun pacet bantak mampu jihad membela agama agar supaya tusan banca pada sapora, alaika bisyam pebenya apa sah. Waduh, surah apa sah. Pasaan bi payabi oleh sehari le bitong coret tanggal tung dua coret tanggal 2 terus tulis saat telah sana. Maka faqala orang kela ada bu, wallahi ya Rasulullah ma ashba'u min khubzin qad. Kaulana tak pernah rasana kenyang ya Rasulullah. Artinya odi serba kelaparan dan kaula. Mun pasane kebiasa kula ya Rasulullah. Ma ashba'u min khubzin qad. Kaula tak pernah rasana kenyang daripada khubus, daripada roti. Oh, mun pacet bentak yang ke reme pas saja ya. Alaika bis salati fi jawfil lail, maka beun esoro banyak salat tengah malam. Berarti intinya salat nikah sebisa mecepet nyeporah dekat
dosa. Salat duha 2 rakaat, ceknya banyak 2 rakaat bayi. Bejeng malam cecel, deki kakek mau tak cudu cak bejeng boleh lah. Ban kan seneng nade ya. Aja kok norok pengajian malam Jumat aja tambah tak nyaman kabe. Ambu jak norok. Tak cudu berarti. Neng pacar kiai 7-2an, Pak. Ngacir aja 7-2an aja. Engkau kan hadir majelis malam Jumatan al-muhibbin aja tambah peret. Ambu kakek lah, tak cudu berarti. Mun keraban haja kok tambah tenang kate sajen takok ke pangeran mak haja oh berarti cudu berarti majelisnya pengaruh norok Jumat sore norok malam Jumat norok mah haja tambah taruh karena ngodik berarti majelisnya bengkes lah ambu be tak cudu berarti lah hedim mabede pengajian kebe tolak ukuran lancar aja lo kok kon semak ji yang kok gampang kok kebese. Padahal saya semak melarat pancet. Saya semak aja pancet. Lemon sampean tadi ukuran nggak nikah Pak. Tapi akhir yokor bi pc, yokor bi lako. Sekira aku lihat sampean hadir majelis nikah, tuh saya sepora. Amin Allahumma. Nambahin semangat ibadah. Sini gala. Ya, tadi aku lemon dengan hadir majelis siapa ki? Ateh. Buka ateh dia untuk nerima ilmu. Buka ateh nikah untuk nadah. Yang kita neka pengapuran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampean nyatet tak nyatet kok kan libalian rong iba pulpen ya tak ngebe ya we lah edi ngaki sabak lem aten ada ya. Cak niat panapa munan majelis neka? Atau bet niat ngelangaki kesalahan, niat minta saborah, minta ampunan dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah neka saya singkat neka nuduhaki bahwa salat neka adalah obat sepaling mantih sholat. Obat apa? Obat ateh. Sebisa cepat ngilangake dosa ada boleh sholat. Oleh karena itu cek sampai ngalbengal nikal sholat 5 waktu. Cek sampai kulo panjenengan ngeremiaki dekat kebagusan karena kebagusan nikah monetorok buntek kecubaan kelak wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mun ku lebih sampean aroma sebanyak salah nah torok buntek kelaban kebagusan maka kebagusan kela bakal nutup bakal nopo endek kecubaan. Nah, termoga titik ilmu si manfaat, termoga kesalahan ban kelopotan kul panjenengan esapora tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kau tak bisa ngiring atas akhir karena ibadah keperluan kau lagi antara ka lekok keberenang. Termoga titik ilmu si manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Hayya fahtazal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fahtazal arshu darban wastibshara wasdada al-kursi haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء وعم من فقري وفضلي إلى نهاية تمام حمله فلما استندت به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل يا عليه. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجات بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أمس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فترابوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرات، واستديئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوفات، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يسوره العاد، إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك، إنا بك نسعد، وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
في جواري خير مكعان طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى على النبي محمد صلوا عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأنتهد من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنتم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعهدهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترته برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الشفاعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا
واشرنا تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب عن دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.